من واحنا قد كده هما بيعلمونا إننا لازم نصلي، واللي يصلي هيدخل الجنة. ولحد ما كبرنا واحنا اتحفر جوانا إننا لازم نصلي، وإن ما صليناش ربنا هيورينا أيام سودة وهينتقم مننا، وممكن كمان يموتنا عقابا لينا لو ما صليناش. وعشان ما يحصلش فينا كده من ربنا فهنصلي عشان نتقي اللي ممكن يتعمل فينا. نصلي نقول له ايه بقى؟ مش مهم، اهو اي كلمتين حافظينهم بيتعادوا هم كل مرة، ويمكن اصلا ما نبقاش عارفين معناهم، اهو نقولهم كل يوم عشان نرضي الاله المرعب ده. انت بتصلي ليه؟ يعني لو عرفت ان ربنا مش هيعمل لك حاجة ولا هيضايقك لو ما صليتش، هتصلي؟ طب كم مرة صليت وما قلتش بقى حاجة من دول؟ يا رب أنا عايز فلوس، يا رب عايز عيال، شغل، عروسة، عربية، شقة، وغيرها من الطلبات. وإيه اللي بيحصل بعد كل مرات الصلاة دي؟ ولا حاجة. سوادك هو سوادك، حياتك هي حياتك، علاقتك هي، ولا أي جديد بيحصل. طب بتسمعه لما يكلمك؟ ما هو مش انت بس اللي بتتكلم في الصلاة، أصل أي علاقة بين اتنين فيها خد وهات، تتكلم وتسمع كمان زي الصحاب يعني. أهو ربنا سبحانه قرب ليك قرب الصحاب دول، ينفع يسمعك في أي وقت وأي مكان وأي حالة وبأي كلام تقوله، يعرفك جدا ودايما بيكلمك ويساعدك ويغيرك. هي دي الصلاة. بتصلي؟